اهلا بيكم. هي ايه عقوبة اللي معاه اوراق او مستندات ملكية لشخص وشخص ده توفى ورفض يسلم الاوراق للورثة؟ دي اسمها جنحة امتناع عن تسليم اوراق ميراث، ودي طبقا للقانون 219 لسنة 2017 جنحة وعقوبتها الحبس لمدة بتصل 6 شهور والغرامة. طيب اعمل ايه؟ في طريق من اتنين. الطريق الاولاني اني انا بعمل محضر اثبات حالة في الاسم وبقول فيه انه الورق مع فلان، سواء كان وريث او كان شخص اؤتمن من قبل المورث قبل وفاته، وانه رافض يسلمنا الورق ده، وباخد معايا شهود على الكلام بتاعي ده كله، وبعدها من حقي على طول تحريك الجنحة، او اني انا اعمل انذار للشخص ذات نفسه واقول له ان انت طرفك مستندات خاصة بالمورث بتاعنا، وانه انت عليك ان انت تسلمنا المستندات دي في فترة اقصاها 15 يوم، والا هيتم تحريك جنحة قضائية ضدك، وانه الحبس فيها هيبقى الحبس لمدة لا تتجاوز 6 اشهر والغرامة. ومن هنا هيبقى هو ملزم ان هو يسلمنا المستندات بتاعة المورث اللي بتقول على املاك المورث بتاعنا. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.